عاد الجدل التحكيمي الذي رافق مباراة المغرب وتنزانيا إلى الواجهة نقاشا قديما يتكرر في كل بطولة كبرى. أين ينتهي الخطأ الواضح؟ وأين تبدأ المنطقة الرمادية التي يترك فيها القانون هامش التقدير للحكم؟ فبعد نهاية اللقاء انصب تركيز كبير من المتابعين على بعض اللقطات المفصلية، خصوصا لقطة ماسينا داخل منطقة الجزاء، ولقطة التدخل العنيف على الزلزولي، ثم احتكاك الكعب مع الحارس، وهي لقطات تستحق قراءة هادئة بعيدا عن الانفعال. في لقطة ماسينا التي طالب على إثرها بعض الجمهور بضربة جزاء، تظهر الإعادات بوضوح أن الاحتكاك كان خفيفا وطبيعيا دون مد واضح للرجل أو دفع بالذراع. الأهم من ذلك أن اللاعب التنزاني فقد توازنه قبل الالتحام الكامل، وبدأ السقوط مباشرة بعد الإحساس بالاحتكاك، وهو عنصر أساسي في التقييم التحكيمي.